السلام عليكم. أنا مراد محمد من قناة أتنشن معايا. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع ممكن يكون له أكتر من صفة، ممكن يتقال عليه مثير أو مخيف أو كئيب، لكن الأكيد إنه موضوع مثير للفضول. دايما في جلسات السمر بين الشباب أو الرجال وحتى العجائز من الذكور خاصة، وأحيانا قليلة في جلسات السمر النسائية، يتبادل الحضور ويحكوا البعض قصص الرعب وما سمعوا من قصص واقعية أو خيالية أو من التراث الشعبي. وأحيانا لو الكلام حلو زي ما بنقول على الأحاديث الجذابة الشيقة، ممكن واحد من الناس اللي قاعدين تسخن معاه ويألف قصة من خياله ويجعل من نفسه بطل للقصة. ممكن خياله يهيأله انه البطل اللي هزم الغول او انه قاهر العفاريت، وممكن اكتر من واحد في نفس القعدة يتهيأله نفس الحالة وتتحول الى سهرة الابطال خارقون، ولكن في خيالهم فقط. عندنا في المدن في عصرنا الحالي واحنا في سنة ما بعد 2020 ممكن ما تلاقيش انجذاب بين اهل المدن لقصص الرعب والجن، لكن دايما في القرى والنجوع والريف عامة تولد هذه القصص وتنمو، تكبر في هوية وسمات اهل الريف. وانا من سكان المدن لم أسكن في حياتي أبدا في قرية. أطول فترة عشتها في قرية كانت لا تزيد عن ساعات النهار أو ساعات المساء، وده لحضور فرح أو مناسبة لصديق في الريف مش أكتر. وده ما يمنعش إن عشت تجربة مقابلة ومواجهة الجن داخل مدينتي. نستعد مع بعض لسماع الحكاية، لكن في الأول أقسم بالله إن كل ما سأقوله حدث معي بالفعل. والقصة باختصار، من حوالي 40 سنة كانت الدنيا غير الدنيا، مفيش أعمار ولا بنية أساسية زي دلوقتي، يعني الشوارع مش عمار وما فيهاش نور زي الأيام دي. كنت راجع بعد الساعة 12 بالليل من شغلي، وردية مسائية في مصنع من المصانع، والطريق العمومي كان لازم أمشيله مسافة طويلة، بس أنا كنت يومها راجع تعبان من كتر الشغل. كان عندي شغل كتير وتعبان، عايز أروح البيت بسرعة عشان أرتاح. والمنطقة اللي ساكن فيها أو المنطقة اللي أنا ماشيلها بعيد عن العمران، وما فيش مواصلات لمكان إقامتي، وكل واحد من زملاتي في الشغل مشى في طريقه الخاص بيه وتفرقنا، وأصبحت أنا لوحدي في الشارع. كان حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، وما فيش قمر في السماء، والدنيا ضلمة جدا وما فيش أعمدة إنارة، والشارع من غير أي حاجة ومن غير أي أحداث كان مقبض ومخيف. ولو عايز أختصر الطريق لازم أمر على فرع مجرى مائي بيتم ردمه بأكوام من القمامة ومخلفات المدينة كلها، وحدث فيه أكتر من حادث. اللي بيمر على المجرى المائي ويحاول يعدي من عليه ومن على القمامة اللي مرمية عليه زي ما أنا عايز أعمل، دايما رجليه بتغرز في الزبالة لأن بيفكرها إن هي أرض صلبة، وبيغطس في المية تحت القمامة والمخلفات الطافية على سطح المية، ولا يراه ولا يدري به أحد إلا بعد أن تطفو جثته وتفوح رائحتها وتعلو وتغطي على ريحة الزبالة.
ولكني كنت حريص وماشي ببطء وأتحسس الأرض حتى لا أكون من ضحايا الغرق أسفل القمامة. لكن الحرص لم يمنع أن أكون من الضحايا، ولكن ضحايا الجن وليس القمامة الطافية. أذكر جيدا وأنا في منتصف عرض المجرى المائي سمعت من يناديني من عمق المجرى من على يساري، وعندما سمعت اسمي يأتي من العمق اتفاجئت، لكني تمسكت وهمست لنفسي إن ده من أثر الإرهاق في العمل. ترددت لحظة لكني استمريت في السير، وعاد النداء باسمي من عمق المجرى المائي من على يساري للمرة التانية. قلت واقف أنا على الزبالة الطافية على الأرض، وعلى شمالي أكوام من الزبالة والقمامة المشتعل فيها النار، لكن النداء كان قريب مني هذه المرة وبصوت لا أستطيع أن أميز هويته، هل رجل أو امرأة أو شخص بالغ أو طفل. كان مغري جدا. توقفت هذه المرة، أغراني الصوت، عايز أعرف مين صاحب الصوت الناعم الغريب اللي مش قادر أحدد إذا كان صوت إنسان بالغ أو طفل أو سيدة أو امرأة أو فتاة أو صبي. وسلب مني التفكير المنطقي ونادى الصوت باسمي للمرة الثالثة، فارتخت كل أعصابي وسكنت أعضاء جسمي، وصابتني حالة من الهدوء مع عدم القدرة على الحركة، وتوجهت بجسمي ناحية الصوت استعدادا للذهاب إليه. إنها النداهة، إنها بطلة قصص الجن في أرياف مصر وفي صعيدها. لكن لا أذكر بعدها إلا أنني جريت بسرعة إلى الطريق العمومي ولم أهتم بالقمامة الطافية، فالموت غرقا أسفل أكوام القمامة أرحم من الموت في أحضان النداهة. وإلى اللقاء في قصة واقعية أخرى، مع تحياتي مراد محمد من قناة أتنشن معايا.